السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم، فنتمنىكم تكونوا دائما بخير وعلى خير. فهذه الحلقة إن شاء الله غادي نتكلموا على المباراة اللي تلعبات يوم الأمس ما بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، وغادي نحللوا كل حاجة بوحدها. فكنعتذر باللي ما درتش البارح البث المباشر أو الفيديو باش نتكلموا على هذا الموضوع هذا، فكان المشكل من الكونيكسيون. كذلك غادي نتكلموا على اللاعب يمين يامال، اللاعب الجنسية الإسبانية وكان الأصول ديالو مغربية، وكنا كنتمناو هذا اللاعب يحمل القميص ديال المنتخب الوطني المغربي، ولكن للأسف دار في ستوري ديالو باللي راه انضم للمنتخب الإسباني. كذلك غادي نديروا أسئلة وآراء، كل حاجة غادي نوضحوها الإخوان. فأول خبر غادي نبداو به هو ديال يمين يامال، اللاعب ديال المنتخب الإسباني ونقولوا في الفريق ديال برشلونة. فكيف ما كتشوفوا الإخوان، هذا اللاعب هذا لاعب محترف، لاعب ميسي ديال برشلونة المستقبلي، لاعب اللي يقدر يعطي واحد إضافة اللي كبيرة. وكذلك غادي نتكلم على السبب لاش ما بغاش يحمل القميص المنتخب الوطني المغربي واخا من الاصول الاب ديالو مغربي. فكيف ما كتعرفوا الاخوه، اللاعب قرر مع راسو باللي ينضم للمنتخب الاسباني وليس للمنتخب المغربي. وما هو السبب؟ السبب هو فكر بواحد التفكير اللي هو بليد جدا. قال باللي الى انضمت للمنتخب الوطني المغربي فاذا ما غاديش يبقاو يعتمدوا عليا رسمي في برشلونة مستقبلا. فهذه واحد الفكره غلطه. باش عرفتي نتايا برشلونة غيقدر يعتمد عليك رسمي سواء كنت لاعب ديال المنتخب الوطني المغربي او لاعب المنتخب الاسباني؟ فاللاعب فكر بواحد التفكير اللي هو بليد كيف ما قلت لكم الاخوان. فهذا كيبقى القرار ديالو، فاحنا ماشي شغلنا فيه. فراه عندنا الربح الى نقصوا اللاعبين، لاش لان احنا الحمد لله عندنا اللاعبين كامل باكملهم. فاحنا الحمد لله ما عطاليش على اللاعبين ينضموا للمنتخب الوطني المغربي. فاحنا ابراهيم دياز براسنا الى جا ولا ما جاش راه ما عندناش مشكل. فالحمد لله عندنا وسط الميدان في المستوى، كذلك عندنا الاحتياط في المستوى. فالحمد لله على هاد اللاعبين هادو. حنايا كيف ما كتشوفوا عندنا مدرب تبارك الله عبقري وعنده عقليه مغربيه اللي هي ممتازه. فكيف ما كتشوفوا الاخوان الحمد لله ما مخصوصين من حتى شي حاجه، خاصنا غير يكون عندنا واحد التركيز باش نشوفوا المنتخب الوطني المغربي غادي في واحد الطريق اللي هو رائع، او واحد الطريق اللي هو كيبشر بالخير. كيف ما كتشوفوا الحمد لله وليد الركراكي عطانا واحد الثقه كبيره فيه، وكذلك للمنتخب الوطني المغربي اللي كنا فقدنا الامل فيه واحد المده مع السي واحد خليلوزيتش. ودائما كنا كنقولوا المغرب عمرو غيطفر، ولكن الحمد لله هاد الكلمه هذه حيدناها مع وليد وسكتنا، وكاس العالم هو اللي بينا كل شيء. فالحمد لله المنتخب في امان، وان شاء الله كاس افريقيا هو اللي غادي يختم لنا الثقه، او نقولوا يزولنا الشك بصفه نهائيه. فالحمد لله وهذا الشيء اللي باغيين حتى حنايا الاخوان. فكيف ما كتشوفوا يمين يامال حنا ما عطالينش عليه، فالحمد لله عندنا لاعبين في المستوى، فعندنا الرباح الى نقص. فوليد الركراكي براسو راه تلقاه فرح وما تلقاش راه طلع له الدم. فعندنا ربح كبير لان الحمد لله حنا عندنا لاعبين ممتازين، وباش نعطيو فرصه للاخرين. فاحنا براسنا وسط الميدان راه حنا حايرين والله العظيم. دابا نتوما كيف ما كتشوفوا الخنوس، الاملاح، عز الدين اناحي، الزروري، فراه الاخوان الصراحه راه لا جيتي تختار تسطى. فوليد الركراكي كيف ما كتشوفوا مدرب ناخب الوطني، فراه كيأمنا على المنتخب الوطني. عقليه ديال العبقري الحمد لله، عقليه اللي هي نقولوا كتخلي اللاعبين ينسجموا، وكذلك كتخلي اللاعبين واحد ما يحسد الاخر. فداك القضيه ديال واحد يحسد الاخر لهاد علاش تخني وعلاش ما تخنيش. فهذوك اللي عندهم داك العقليه كلهم راه ما عيطلهمش المنتخب الوطني المغربي. نعطيكم غير مثال بفيصل فاجر.
حتى فيصل فاجر الا كان في المستوى ديالو نقولوا المستوى ديالو بحال كيف ما كان من قبل في 2016 2015 2017 راه ما كاش غيعيط له واخا يبقى في داك المستوى، لان العقليه ديالو ماشي داك العقليه كاع بحال دابا اللاعبين ديال المنتخب. العقليه ديالو بوحده، كيخدم الانانيه، واخا نقولوا كيحسب راسو هو افضل لاعب في المنتخب، كيبغي هو يكون اللاعب الواحد اللي كيتيري ضربات الحره ضربات الجزاء، كذلك كيبغي يكون هو الكابيتان الفريق، كيبغي يتحكم في اللاعبين، كذلك ما كيرضاش بالهضره المدرب سواء اي مدرب. فهيرفي رونار كان صابر عليه وكان دائما داير له خاطره. وفي هيرفي رونار الحاجه الوحيده اللي ما كانتش مزيانه فيه هي كيتصر اللاعبين بزاف، هذيك هي اللي كانت مخليه واحد مخليه هيرفي رونار ما يزيدش لقدام، كان كيخرج يلعب كره وما كانش كيعرف يتحكم في اللاعبين. هذا هو المشكل. فالحمد لله على نعمه وليد ركراكي. فهادشي اللي كاين الاخوان بلا ما نطولوا ونزيدوا. كيف ما كتشوفوا الاخوان المباراه اللي تلعبت يوم الامس ما بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، كيف ما كتعرفوا السيتي سحق ريال مدريد 4-0 وريال مدريد نازم بنتيجه كارثيه 4-0. فكيف ما كتشوفوا الاخوان ريال مدريد فرا فريق قوي وليس فريق ضعيف، هو كيعاني ولكن ماشي فريق ضعيف، فريق خبره. لكن مانشستر سيتي اقوى منه. مانشستر سيتي فريق رهيب، ماكينه انجليزيه وليس كفريق عادي كيلعب تيكي تاكا. فريال مدريد خصو يكون دائما حاليا مفتخر بهذه النتيجه هذه، لان مانشستر سيتي هذا العام بالخصوص راه زادت فيها واحد الحماس اللي هو رهيب جدا. كيف ما كتشوفوا في الدور الانجليزي الا جينا نشوفوا راه في المباريات كتماركي 6 5 4 وكذلك كتشوف بعض المباريات كتخرج خاسره بطبيعه الحال، ولكن هذاك الخساره اللي كيكون عند مانشستر سيتي ما كتاثرش في ذاك الفريق ديالو. هذاك خساره غوارديولا ما كانش عنده اهميه في ذاك المباراه. كيف ما كتشوفوا مدرب غوارديولا راه هو النصف الفريق ديال مانشستر سيتي، واخا عندها لاعبين ممتازين وكذلك عندها البونتوش في المستوى وعندها لاعبين نقولوا واخا يدخل غير البونتوش الاحتياط راه يمكن يربح ريال مدريد واي فريق اخر. عندهم لاعبين وعندهم شونجمون، حتى الى ما لعبش غريليتش او فودين او شي لاعب اخر في الاجنحه فراه عنده شونجمون. فمدرب كامل باكمله، مدرب كبير، مدرب تكتيكي فنيا ومهاريا، مدرب اللي يقدر. المهم انا جوج مرات شفت في حياتي هذا المدرب هذا كيلعب بطريقه رهيبه جدا مع برشلونه ومع مانشستر سيتي. درب الباير كان معاهم بنيفو اللي هو جيد، لكن ما كانش بهذا التكتيك هذا. كانوا كيلعبوا بواحد الطريقه اللي هي جيده، كذلك كيلعبوا بالتيكي تاكا فنيا مهاريا، لكن ما كانوش كيلعبوا بالطريقه اللي كتلعب بها دابا حاليا مانشستر سيتي. انا كنقول لكم لاعبين كيلعبوا دور كبير. انشيلوتي مدرب ريال مدريد مدرب في المستوى، مدرب رهيب، مدرب من يجيب لك الشامبيونز ليغ في السنه اللي فاتت بهاد اللعابه هادو فراك ما خصكش تذكر اسم كارلو انشيلوتي بلعب واخا يكون هادو نتا بسبعه. مدرب راه عنده مشكل كبير في الفريق اللي هما اللعابه، فالشونجمون ما عندوش، كذلك حتى الرسميين ما عندوش مثبتين. كيف ما كتشوفوا الاخوه البارح خط الوسط الميدان كان مروبل، كان مرون في مره ما فهم والو. جا فينيسيوس كذلك البارح تحدث مع كارلو انشيلوتي قال لهم كره انت شتي كيفاش كتلعب في وسط الميدان، هنا وسط الميدان هو اللي عليه كلشي. الا كان وسط الميدان دائما ضعيف في الفريق فواحد الفريق غادي يهز بواحد النتيجه كبيره او غادي نهزم بواحد النتيجه كارثيه. انتم شفتوا البارح حتى كان ريال مدريد عندها خط الوسط منظم فراه ما كانوش غيخرجوا بداك النتيجه اللي هي مبادله. راه 4 ماشي سهله الريال مدريد، لان ريال مدريد ما نقولوا ما مولفش كيخسر بخصوص دوري ابطال اوروبا بهذه النتيجه هذه. خسر ماشي ما خسرش، لكن
ما كيكونش مولف على هذه النتيجه هذه، لان كيف ما كتعرفوا ريال مدريد فريق خبره، فريق ما عنده واحد المهاره اللي هي رائعه. البارح فعلا بزاف ديال الناس ما كانوش شايقين، وبالخصوص كذلك المدرب غوارديولا واخا كان ماركا 3-0 ما كانش البارح طايق، تماركا الرابع عاد ارتاح وفي اخر دقائق فتم حسب المباراة وقال باللي انا هو الفائز، والصراحة يستحق لان مدرب ولا روعة. اما بالنسبة لريال مدريد كتعاني ازمة كبيرة، فالسبب ديالها هو بيريز كيف ما كتعرفوا هذه تقريبا 4 ديال السنوات او 4 سنين كيعاني، او نقولوا كي المشكله ماشي هو اللي كيعاني، الفريق اللي كيعاني. الفريق عيا ما يصبر. من مشى كريستيانو رونالدو في 2018 كذلك زين الدين زيدان، فخلونا من زين الدين زيدان راه كارلو انشيلوتي بالنسبه لي انا احسن منه. كيف ما كنشوفوا تما الريال ولات كتحش واحد الازمه. كذلك جاب هازارد باش يعوض كريستيانو رونالدو، فما نجحت لهمش العمليه. فينيسيوس مازال ما كنخدر الخبره، مورا عامين عاد يتاقلم وبداو يعتمدوا عليه رسمي. ففينيسيوس جونيور كيف ما كتشوفوا الريال ما دازت واحد 3 سنوات جابت تشامبيونز ليغ، هاد العام ما قدراتش تجيبو. وكنت انا في الاول الموسم كنقول ريال مدريد ما غتوجش بهاد الكاس، لكن ملي وصلت انا شفتها لنصف النهائي قلت بلي راه تقدر واحد نسبه كبيره تفوز به، ما تعرف. لكن واخا كان بامكانها نقولوا كان بامكان السيتي تفوز على ريال مدريد ب6 أو 7، فراه ما كانش ريال مدريد خصها تلام، خاصو يتلام رئيس بيريز اللي دائما معطل الصفقات وكيبقى يتشطر على اللاعبين اكثر من القياس وخازن مصيبه او الملايير ديال الفلوس. او نقولوا البلاير ماشي غير ملايير. باش الرئيس يتشطر حتى للدرجه هذه، ما عنده لا راس حربه، ما عنده لا شونجمون ديال الاجنحه، ما عنده لا وسط ميدان، ما عنده لا اظهره، فراه كارثه كرويه هذه. ريال مدريد حتى ما كانش عندها تيبو كورتوا البارح، فانت كانت غادي تقدر تنهزم بنتيجه شي بلا ما نذكر، فراه نتيجه كارثيه. فكيبقى الافضليه لغوارديولا، راني كنت قلتها، غوارديولا يقدر يهزم اي فريق، فمدرب عنده كاع الامكانيات في يديه. فهادشي اللي نقدروا نقولوا او هادشي اللي نقدروا نتحدثوا عليه في هذه المباراه ديال الاخوان. فانا بالنسبه لي كنرشح مانشستر سيتي اللي غادي تدوز، وماشي غير بنتيجه عاديه. فمانشستر فريق اللي هو رهيب، وهذا العام راه كيشوف الكاس قبلته من بدا البطوله الاوروبيه او الشامبيونز ليغ. فالاخوان هادشي اللي كاين. فحاليا ندوزو الاسئله واراء، نجاوب على كل واحد والاسئله ديالو. فندوزو السؤال الاول، فين لعب اشرف حكيمي مع اليكسيس تشانسيس؟ على ما اظن وقيل لعبوا في الانتر ميلان، لان كنعقل انا العام مور ما مشى اشرف حكيمي لدورتموند، داك العام كان اليكسيس تشانسيس كيلعب في مور ما مشى من دورتموند، مور ما مشى للانتر ميلان، كان داك الساعه اشرف حكيمي كيلعب مع اليكسيس تشانسيس على ما اظن، وكون 100%. السؤال الثاني، في اي عام لعب مورينيو وغوارديولا وانريكي؟ انريكي مدرب ديال اسبانيا، مدرب سابق كذلك ديال برشلونه. لعبوا في برشلونه على ما اظن، كنت شفت واحد الصوره ديالهم على مكتوب عليه 1998. المهم واحد الصوره كنت شفتها هذه تقريبا شي 3 سنين، كانوا بثلاثه بهم مجموعين، وهما راه كانوا كيلعبوا في نفس الفريق، وكان برشلونه في ذاك الوقيته برشا او البارسا ديال بصح ما كانش اللعب. فالسؤال الثالث، السي وليد الركراكي عقليته اوروبيه؟ فالاخوان الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، كاع قطعوا هذا المقطع هذا، قطعوه اللي تصنت لهذا الفيديو هذا، قطعوا هذا المقطع هذا، الله يجازيكم بخير وبارطاجيوه. او شوف، حنايا كمغاربه دائما كنحقروا المدربين المغاربه، عارفين احنا ما عندنا لا بطوله، ما عندنا لا مدربين، ما عندنا حتى شي حاجه،
عقليه اوروبيه كذا، مش عقليه اوروبيه، نقول كمدربين ديال اوروبا. اما بالنسبه للعقليه راه كلشي بحال بحال. حنا كمغاربه عندنا عقليه رهيبه جدا، عندنا عقليه هاربه، عندنا عقليه لا مثيل لها، عندنا عقليه ما دايراش، عندنا عقليه راه ما تلقاهمش كاع عند المدربين الاوروبيين. عندنا حنا مطورين عليهم، فايتينهم في بزاف د الحوايج، احسن منهم في عديد من الحوايج. هما فاش فايتيننا في العنصريه فقط. لاش؟ كيف ما دابا كنشوفوا حنا كلاعب كجماهير مغربيه، تجي واحد تسولو في الزنقه وليد الركراكي احسن من مورينيو، غينوض يضحك عليك. وليد الركراكي احسن من تشافي، غتنوض تضحك عليه. فعلاش؟ راه احسن منه. فانت الشيخ كان كيدرب الوداد وكان في شنو سميتو في الدوحه وجا للمنتخب المغربي وبين هذا المستوى هذا كامل. فانت يا جاي كتهضر لي على وليد الركراكي، زعما راه زعما ماشي شي مدرب اللي هو كبير كان كيدرب غير الفرق صغار. دابا بحال دابا الدوحه، الوداد، المنتخب المغربي بلا ما نتكلموا عليه راني غير بلت على فمي. شوفوا الله يجازيكم بخير، راه هاد العقليه خصنا نبدلوها الاخوان. حنا عندنا عقليه رائعه، عندنا عقليه لا مثيل لها. فوالد الركراكي عنده عقليه مغربيه وكتشبه العقليه ديال المدربين الاوروبيين. فما كاينش الفرق ما بين اوروبا والمغرب. نتوما دائما كتخليو واحد النقص لبلادكم، فهذه راه خصنا نحيدوها. حنايا كمغاربه وصلنا لكاس العالم، فين وصلنا؟ الدومي فينال، تقصينا من المجموعات. فعلاش الاخوان دائما نبقاو نحتقروا او نحقروا حنايا المدربين المغاربه؟ فانا كنذكر وليد الركراكي فقط، فنتمنى يجي شي مدرب اخر بحالو وبنفس الطريقه اللي كيلعب بها وبنفس التكتيك. المدرب يقدر يستحق يدرب شي مدرب، يدرب شي فريق اوروبي. فراه مدرب كبير، مدرب يستاهل يكون في واحد المرتبه اللي هي كبيره بزاف. وبلا ما نزيدو نطولوا الاخوان راه نبداو نخرقوا، لان حنايا كمغاربه دابا حنا مغاربه دائما كنبقاو نحقروا مدرب اوروبي، مدرب مغربي، وكنبقاو دائما نذكروه غير بالمدرب اوروبي. حشومه. السؤال الرابع، واش اتفق على كارلو انشيلوتي يمشي من ريال مدريد؟ انا بالنسبه لي ك واحد مشجع كرة القدم ما متفقش كارلو انشيلوتي يمشي من ريال مدريد. فراه غادي الريال تعيش في واحد الازمه، سواء جابت اللاعبين او ما جابتهمش. كارلو انشيلوتي حتى كانوا عنده لاعبين في المستوى، فراه غادي تشوف المدرب مشى بواحد الفنيات عاليه جدا، واحد المهاره اللي رائعه جدا. علاش ما كيخرجش يلعب كره؟ ماشي حيت خواف، حيت ما عندوش فرقه واجده. حتى كانت عنده ايكيب واقفه، ايكيب اللي يقدر يعول عليها في المباريات الكبار، غيخرج يلعب تيكي تاكا لا مع غوارديولا ولا مع شي مدرب اخر. فكارلو انشيلوتي حد الان راه مازال حتى شي واحد ما قدر يذكرو يمشي بحاله. غيجي واحد الوقت غيندموا عليه. راه طبيعه الحال كيخسر بواحد النتيجه هزيله، لكن المدرب كيبقى كبير. المدرب خصو فرقه تكون واجده، خصو فرقه توقف على رجليها. فراه صعيب بزاف يلعب بهاد اللعابه هادو طول حياته. ان اول خساره راه مزيانه لريال مدريد. لاش؟ ان الا كانت ريال مدريد هاد العام جابت تشامبيونز ليغ، فراه بيريز ما كانش عاوتاني غادي يتعاقد، غيمشي يلاه باش يجيب لك شي لاعب ولا جوج. بحال دابا يقدر يجيب لك شي راس حربه يعوض، ويقدر يجيب لك شي ظهير ايمن. صافي هادشي اللي كان غيقدر يجيب، وغيخلي وسط الميدان مقتول، وغيخلي مودريتش، غيخلي كروز، وهما كيزيدوا ينقصوا كل عام. واخا تبارك الله عطاو واحد المزيد لهاد الفرقه هادي، وعطاو واحد المهم قدموا لهاد الفرقه هادي شي حاجه اللي هي خياليه. لكن بيريز غيخلي الجمهور ريال مدريد دائما يبقى ينتقد هاد اللاعبين هادو.
خاصو يخليها بعزها. لاعب كبر كبنزيما خرجوا من ريال مدريد، توني كروس كذلك، مودريتش كذلك، كاسيميرو اللي خصك تخليه في الفريق فرطتي فيه، فخليك دابا تشوى تمايا. خليك تشاوميني جالس ما كتستافد منه حتى شي حاجه، ملعب ليه طوني كروس في عوطه. طوني كروس ماشي حتى البوست ديالو. اظهره كارفاخال مشكله، كامافينغا ما كيلعبش كاع حتى في داك البوست هذاك وملعبو ظهير ايمن، فصعيب. هادوما الاسئله اللي كاينين الاخوان، فبغينا شويه نتحدثوا معكم او بغينا شويه الاخوان ناقشوا شويه هاد المواضيع هادو. فالاخوان سمحوا لنا بزاف، فتحياتي لكم ونتمنى منكم الدعم والتشجيع، فشكرا لكم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.